وإن وجد أهل اليمن ما وجدوا، وإن طعن في أهل اليمن من طعن، وإن غرد في قدح أهل اليمن من غرد، فليفتخر أهل اليمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يحبه، وأن الثناء الكبير لأهل اليمن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولكني أردت أن أقف أمام هذا الأمر، وهو حب رسول الله لأهل اليمن. من عظيم حب رسول الله لكم يا أهل اليمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفكم بأوصاف عظام وبأوصاف كبار. قال صلى الله عليه وسلم: أهل اليمن مني وأنا منهم. أهل اليمن مني وأنا منهم. أهل اليمن مني وأنا منهم. يا شباب اليمن، يا شيبة اليمن، يا أطفال اليمن، يا من يسمع الكلام من نساء أهل اليمن، الرسول يقول: أهل اليمن مني وأنا منهم. لماذا هذا الثناء العظيم وهذا الثناء الكبير؟ إنما لمكانتكم في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما لمكانتكم العالية ولمكانتكم السامية ولمكانتكم الرفيعة في قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفكم بالوصف المعروف: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. الإيمان يمان، أهل اليمن أهل إيمان، أهل اليمن أهل قوة في الإيمان، أهل اليمن أهل إيمان بالله وإيمان برسول الله، أهل اليمن هم أهل قوة الإيمان. ولا يمنع ذلك أن غيرهم ما عندهم الإيمان، لا، وإنما مرادي ذكر الحديث الذي ورد، وإلا فكل من آمن بالله ورسوله وآمن بما أمر الله ورسوله فهو مؤمن. الرسول يقول: الإيمان يمان، والحكمة يمانية. الحكمة متأصلة فيكم، في آبائكم وفي أجدادكم وفي من كان قبل. الحكمة موجودة في أهل اليمن، فتجد كبير القوم عنده حكمة، وتجد الرجال عندهم الحكمة، وتجد الأطفال عندهم الحكمة، لأنها متأصلة فيكم بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان.